كوكا يسجل هاتريك في 9 دقائق في ليبنديك سابور بكأس تركيا. يواصل الدولي المصري أحمد حسن كوكا تقديم مواقفه النبيلة في دعم القضية الفلسطيني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهذه المرة بقميص فريقه الجديد بنديك سابور التركي الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أولمبياكوس اليوناني. صدمة في برشلونة بسبب المباريات التي سيغيب عنها تير شتيغن. جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد وولفرهامبتون السابق رفض عرضا لتدريب فريق الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة. أعلن إيفان فيسليتش المدير المساعد لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السعودي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة. الإسماعيلي يعود للانتصارات على حساب البنك الأهلي بثنائية في الدوري. إدارة المارد الأحمر حددت مقابل مالي يصل إلى 5 ملايين دولار للموافقة على رحيل لاعبه في الشتاء المقبل. أصبحت إدارة نادي الهلال السعودي على مقربة من تجديد عقد علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. رفض الأهلي طلب سموحة بخصوص التعاقد مع الثنائي أحمد نبيل كوكا ومعتز محمد على سبيل الإعارة. كلوب يواصل الإشادة بمحمد صلاح أسطورة الدوري الإنجليزي. أصدرت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية قرارا بتغريم سعيد أبو داهش بسبب علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتم تغريم 300 سعيد أبو داهش 1000 ريال، وذلك بسبب الإساءة لأحد فئات المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة خلال ظهوره في برنامج رياضي. تعرض أوباما للإصابة في مباراة الزمالك الأخيرة أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. خالد بيبو قام بتحذير اللاعبين المستبعدين من قائمة مونديال الأندية من مواقع التواصل الاجتماعي. مدرب تشيلسي يحذر من خطورة ثنائي الهجوم في مانشستر يونايتد. هناك أزمة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد بسبب غضب بعض اللاعبين من المدرب الهولندي. يستعد الفرعون المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول في مباراته المقبلة ضد شيفيلد يونايتد في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وستنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في تمام 10:15 مساء غد الأربعاء. نجح ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد جائزة أفضل حارس في شهر نوفمبر في الدوري السعودي للمحترفين. سخر نادي الفيحاء من الإعلامي السعودي وليد الفارجي بعد تأهله إلى دور 8 النهائي من دوري أبطال آسيا. أشاد سيسك فابريغاس نجم برشلونة وأرسنال السابق ومدرب نادي كومو الإيطالي الحالي بنجم ريال مدريد جود بيلينغهام، مشيرا إلى أنه يشبه أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد. أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء عن حاجة حارسه الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيغن إلى إجراء عملية جراحية في منطقة الظهر من أجل علاج إصابته التي تعرض لها في الفترة الأخيرة. النصر السعودي ينهي مشواره في مجموعات دوري أبطال آسيا بالتعادل مع استقلال دوشنبه. وزارة الاتصالات تطلق أول الأندية الرياضية الذكية في مصر كلوب 1. توج البرازيلي رودريغو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي خلال شهر نوفمبر الماضي. كشفت تقارير فرنسية عن تطورات قضية اتهام كريستوف جالتيه المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين في نيس. تعليق مفاجئ من ميسي بشأن الدوري السعودي. وكشف ليونيل ميسي رأيه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الاحتراف فيه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال ميسي في تصريحاته لمجلة تايم الأمريكية: خياري الأول كان العودة لبرشلونة، لكنها لم تكن ممكنة. لقد حاولت، لكن هذا لم يحدث. صحيح أنني فكرت كثيرا بعد ذلك في الانتقال إلى الدوري السعودي حيث أعرف البلد جيدا، وقد أنشأوا بطولة قوية جدا يمكن أن تصبح دوريا مهما في المستقبل القريب.